هل الأهلي والزمالك أندية كبيرة فعلا؟ الحقيقة قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نحدد إيه هو المعيار اللي على أساسه يعتبر النادي كبير فعلا. في انجلترا وتحديدا في الدوري الانجليزي الممتاز قدر 6 أندية بس يفوزوا بالدوري من سنة 2000 لحد النهارده، نادي واحد منهم هو اللي من بره التوب 6 وهو ليستر سيتي. اما الليجا فريال مدريد وبرشلونة سيطروا على اللقب 19 موسم في اخر 24 موسم. وجنة كرة القدم كانت من نصيب اكبر 3 أندية في ايطاليا 20 مرة. ومع تأسيس الدوري الجديد الليج 1 في فرنسا قدر ليون المدعوم من رجل الاعمال جان ميشيل انه يحتكر اللقب ل7 مواسم متتالية قبل ما يدخل اللقب خزائن باريس 9 مرات من وقت الاستثمار القطري السخي. الدوري الالماني ما كانش مختلف عن زمايله، فقدر اكبر واغنى فريق الماني بايرن ميونخ يفوز باللقب 15 مره في اخر 20 موسم، منهم رقم قياسي بالفوز باللقب 11 موسم على التوالي. كل ده ياخدنا الحقيقه مهمه، كره القدم بتساوي فلوس. Football has its roots in the working class, but big money has reshaped the so-called people's game, a market worth over $35 billion across Europe in 2019, according to Deloitte. That tension became apparent during the fallout of the European Super League. I'm just fed out of the way. في نهاية القرن ال19 وتحديدا 1882 دخل الإنجليز مصر ودخل معاهم سلاح وجنود ولعبة جديدة مدورة كانوا عارفينها كويس. هنا والأول مرة يعرف المصريين اللعبة دي واللي الإنجليز بيقولوا عليها فوتبول، بلغتنا احنا كرة القدم. حب المصريين الكورة والأول مرة قرر وزارة المعارف اللي هي وزارة التعليم دخول الرياضة المدارس تحت اسم الرياضات البدنية. Exercise on the grip swing puts muscles on the least athletic. Extension push-ups are among the toughest of the drills. As an incentive to excel, the color of the shorts the boys wear is determined by their ratings on performance charts. وطبعا ما استفادتش الرياضه من القرار ده اكتر من الكوره، واللي برغم دخولها للمدارس الا ان اول نادي اتاسس للعب الكوره كان من نصيب عمال السكه الحديد، وتحديدا في 1903 تحت اسم نادي السكه الحديد في القاهره. اما اول نادي في الاسكندريه فتاسس سنه 1905 باسم النادي الاولمبي، وفي 1907 اتاسس النادي الاهلي واللي خد من لون العلم هويته. وبعد 4 سنين وتحديدا 1911 كان بدايه النادي الرابع نادي قصر النيل، واللي اتغير اسمه بعد كده اكتر من مره وصولا لاسمه الحالي الزمالك. كان الموضوع طبيعي جدا بين الاهلي والزمالك، مجرد ناديين بيلعبوا كوره، لحد سنه 1914 لما قرر اللاعب حسين حجازي والملقب بابو الكره المصريه وهو اول محترف عربي في اوروبا ترك فولهام الانجليزي والعوده لمصر واللعب لنادي السكه الحديد النادي الاقدم. لعب حجازي موسم واحد مع السكه ثم انتقل للاهلي، لعب موسمين وانتقل بعدها النادي المختلط، وهناك لعب 5 مواسم. بعدها نقل المختلط لمقر جديد، بس كان في مشكله وهو انه ما فيهوش ولا بلياردو ولا بريدج. فقرر حجازي واللي بيحب اللعبتين دول انه يرجع للاهلي، فلعب لموسم واحد هناك. وفي نفس الموسم تدهورت نتائج الزمالك وكان ممكن انه للفريقين، ديربي الاسكندريه بين الاولمبي والاتحاد و10 بطولات للفريقين، ديربي المحله غزل المحله والبلديه و3 بطولات رسميه من نصيب غزل المحله، ديربي 100 عقبه بين الزمالك والترسانه ب88 بطوله منهم 10 بطولات من نصيب الترسانه، وغيرها الكتير في كل محافظه في مصر. وده يبين قد ايه الفرق دي كانت بتنافس وقويه. فمن وقت ظهور الدوري المصري سنه 48 قدرت 7 انديه تفوز باللقب، وهم الاهلي والزمالك والاسماعيلي والترسانه وغزل المحله والاولمبي والمقاولين العرب. حتى الهداف التاريخي للدوري كان بيلعب في الترسانه وهو حسن الشاذلي. اما كاس مصر فكان من نصيب 12 نادي مختلف، وعلى مستوى افريقيا قدرت 4 انديه على الفوز بالالقاب، هم الاهلي والزمالك والمقاولون والاسماعيلي. ووصل غزل المحله لنهائي دوري الابطال مره واحده والاسماعيلي مرتين، وغيرهم كتير من البطولات والارقام القياسيه اللي اتسجلت باسم انديه غير الاهلي والزمالك. ده كله لحد ظهور ما يعرف باسم انديه الدعايه والاعلان، على عكس ما الناس فاكره فانديه الشركات موجوده في الكره المصريه من زمان. فلو بصينا على اول جدول للدوري المصري سنه 48 هتلاقي الترام والسكه الحديد والترسانه، وفي جدول سنة 70 هتلاقي 7 أندية من أصل 14، وهم الترسانة والسكة الحديد وإسكو والمقاولون العرب وغزل المحلة والكروم.
يعني الموضوع مش غريب على الكرة المصرية، لكن الأندية دي كانت أندية شعبية وليها جماهير بين أوساط عمال المصانع التابعين ليها وأسرهم، بل وحتى بين الجمهور العادي، وده نتيجة لأنهم كانوا فعلا بينافسوا مش مجرد أندية وخلاص. فمن أصل 7 أندية كسبوا الدوري طول تاريخه هتلاقي منهم 3 هم أندية شركات، وفي الكاس وأفريقيا برضه كان لهم نصيب. حتى الأندية اللي ما كانتش بتكسب بطولات كانت على الأقل بتحاول تنافس، وده قبل ما يظهر مصطلح أندية الدعاية والإعلان. فرق كبير هتشوفه بعينك لما بتكسب، تفتح نفسك وتفرح اكتر، ولما بتكسب قول اي والله عايز هارديز همبرجر، هارديز همبرجر. على حسب دراسة نشرت سنة 2023 في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان الإعلانات وسلوك المنتجين، إن تكلفة إعلان واحد مدته 30 ثانية في فواصل الدراما الرمضانية بيكلف الشركة ما بين 500 ل 750 ألف جنيه، ومن 200 ل 300 ألف جنيه في البرامج ولنفس المدة. أما الإعلانات الخارجية اللي هي بتبقى على المحاور والطرق الرئيسية ما بين 150 ل 550 ألف جنيه، ومن هنا وجد أصحاب الشركات ضلتهم. جامد آخر حاجة وش ونتيجة لده بقت الكورة في مصر 3 فئات: أندية شعبية بتعاني، أندية إعلانات مش مهتمة تنافس، أهلي وزمالك. وده ياخدنا لسؤال الحلقة: هل الأهلي والزمالك أندية كبيرة فعلا؟ والإجابة باختصار ولا. لأنهم أندية عريقة فعلا، ومن الممكن استغلالهم تجاريا بشكل صح مع شوية تطوير لمنظومة الكورة وإدارتها. ولا لأن زي ما قلنا الكورة يعني فلوس، والأهلي والزمالك على عكس ما أنت ممكن تكون فاكر أفقر مما تتخيل. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتقول لنا رأيك في التعليقات. سلام.